السلام عليكم، يا هلا والله متابعين الكرام على قناة مواهب صحن. معانا أحد الشخصيات المهمة، وطبعا صاحب الفيديوهات الحلوة والعذبة، مشهور السوشيال ميديا، أبو راشد. نقول مساء الخير. مساء النور، أنا سعيد جدا أن أتواجد في هالقناة الجميلة، ودائما احنا متابعين هالقناة الجميلة. أبو راشد، أول شيء حدثنا عن البطولة هذه، النهائي بالذات. طبعا البطولة هذه أنا أول مرة أحضرها، بأمانة انبهرت من مستوى اللاعبين، انبهرت من التنظيم، أيضا من تواجد الإعلام الكثيف في هذه البطولة، ومن الجماهير ومن اللاعبين المتميزين في هذه البطولة. أعمالك في المستقبل أبو راشد؟ والله إن شاء الله عندنا عمل مع الأستاذ عادل الردين إن شاء الله، وراح مفاجأة للجميع إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. نبغاك تحدثنا عن أعمالك السابقة كيف كانت، وهل كان لها صدى بين الجمهور؟ والله إذا أنا دائما عندي حكمة جمهور لي، أنا ما أقيد نفسي يعني. أكيد. احنا دائما نعرف أبو راشد عنده أشعار وملم بالأشعار وبالشعر الشعبي. ممكن تعطينا شوي من الأشعار؟ أول كلمنا عن الشعر. والله أول شيء أقول للحضور مناسبة، أقول العز يبقى والرفاق يحتوى فيه، يا حب من خاوى النفوس الكريم، ولو خيروني بين كل المخاليق تختلفكم يهدي النوايا السليم، ويبقى غلاء في صميم تعاليم، وتكون راس المال وأكبر غنيم، ولو طاحت أسوأ وصل عليك ما ضاع العز والعزيز. جزاك الله خير أبو راشد. إن شاء الله لنا لنا لقاءات ثانية غير هذا اللقاء في مكان أفضل عن هذا إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله بين طبعا هاي مفاجأة ومحلل أبو فجر إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله.